راه الاغلبيه ديال المواطنين تقريبا واحد 90% مشاو سحبوا ما بغاوش يمشيو يتسجلوا في المدارس. السلام عليكم. ها الاسئله تبدلوا من 600 ل 1000. كنت كنقولها لكم ايوا الطوموبيل راه قريب ان شاء الله، قريب السياره الذكيه غادي تخرج لكم ان شاء الله. هذه السياره هذه من بعد شهور غادي تقدر تدخل داخل المنظومه الجديده ديال الامتحان ديال السياقه. وراه انت كدوز البيرمي على اساس تسوق اي سياره، ماشي انا تعلمت في الداسيه نمشي ندير الامتحان في الداسيه، انا تعلمت في الرونو نمشي ندير الامتحان في الرونو، انا تعلمت في السيتروين. ما كاينش. يعني شنو خصنا نديرو؟ خص المهنيين انهم يحزموا راسهم مزيان. كاينين بعض الناس عاود توصلت انا بالرسائل ديالهم كيقول لك اودي المدارس تعليم السياقه ما بغاوش يعطيونا ديك المنصه نقراو فيها، راه ما كايناش عندهم. يلا شكون اللي غيحل هذا المشكل الا ما حلاتوش الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه؟ وفي نفس الوقت المواطنين يتقبلوا بان الاسئله راه تبدلوا، ما يمكنش انهم يتراجعوا يردوا لكم 600 اللي كانت 1000 كاينه. بقى الاشكال هو في المقرر ديال الناس كيفاش يقراو في المدارس، والمؤسسات عاود كيطالبوا الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه على انهم تعطيهم واحد المقرر. الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه قالت لهم انا عطيتكم مقرر هو في الموقع بيرمينو. ملي كيدخلوا المهنيين كيلقاو بيرمينو خاوي. يعني مشكل كبير، خص الناس تلقى فاش تقرا باش تكون الامور غاديه مزيان. الا جيت نقول الخفايا ديال ديك المنصه واش خدامه ولا ماشي خدامه مشكل. جيت نكون مع منصه نقول لهم اودي راه المنصه مزيانه وكذا وكذا، عاود مشكل. وفين من كتجي الضربه في صاحب المؤسسه من الاول، لان الا جينا نهضروا بالمنطق في هذا الموضوع هذا نلقاو صحاب مدارس تعليم السياقه هما اللي كيعانيو حاليا. علاش؟ لان المواطن كتبقى القرار ديالو. راه الاغلبيه ديال المواطنين تقريبا واحد 90% مشاو سحبوا ما بغاوش يمشيو يتسجلوا في المدارس. يعني في هذه المرحله هذه شكون اللي كيعاني بزاف؟ صحاب مدارس تعليم السياقه. مخير عنده الكرا، عنده الطوموبيل كريدي، عنده المونيتور، الاساتذه كيقريو في المدرسه ديالو، وملي نجيو المدرسه ديالهم كنلقاوها خاويه. يعني راه اسباب كبيره خلاتها هذه المنصه. على داكشي اللي كنسمع من المواطنين وكذلك من المهنيين. كاينين بعض المهنيين كيقول لك اودي راه مزيانه ديك المنصه، غير خص الانسان يدخل يقراوها. كاين اللي مع وكاين اللي ضد. بالنسبه لي انا كنوصل للمواطنين وعندي هذه الباج هذه كنهضر معكم. الا في مثلا جيت مع كيهاجموني ضد، والا جيت مع ضد كيهاجموني مع. لا هما شنو خصني ندير انا؟ هي نوضح للمواطنين ها اللي كاين وها اللي ما كاينش فقط. ان شاء الله هذه السياره هذه من بعد شهور غادي تقدر تدخل داخل المنظومه الجديده ديال الامتحان ديال السياقه.